السلام عليكم شباب ورحمة الله وبركاته. شباب، نبت جمهوري، الكثير من القنوات يقولون امها يتيمة. ترى معلومة كذب، امها وابوها وين ودوها؟ ودوها البيت عمها، لان اهلها راحوا خارج العراق، بقوا هناك، ودوها عند بيت عمها. فهاي البنية من بقت يمهم اتصور اكثر من سنة، اتوقع اكثر من سنة. فذولا ملوا من البنية، ملوا، فسووا عليها اتفاقية. فالولد اخذ هالشقة، تونس براسها، كمل منا. المهم شباب، فهذا ايش سوى؟ قال لها صوري لي جسميك. المهم من صورت له جسمه وكملت، فهذا سوى اخذ موبايلها، فجمع الفيديوهات من موبايله، فهو اللي نشرها. شو يقول؟ ذاك اليوم طلع هو وابوه يقول والله مسوين على 40 مليون وما ادري شلون. ترى شباب كله كذب، لان هذا واحد نغل وملعب. هم ما يريدون البنيه تقعد وياهم، ملوا من عندها. وعاد يابا يقول انا اريد اخطبها ما ادري شلون. كذب كفيكم عباس لا يخطبها ولا هاي. واليوم شفناه قلنا له ها شنو، سلمنا عليه وكملنا. ساعة يقول لنا البنية قتلناها، ساعة يقول لا والله البنية ما قتلناها. شوفوا شباب، ترى كله كذب. هاي الفضيحة من عنده وأنا جيرانهم. شباب أي واحد يشوف المقطع خلينا نشروه. عليكم العباس ابو فاضل نشروا هذا المقطع، خلي العالم تشوف الحقيقة. كذب، ترى مو يتيمة، وهذا ابن عمها الله يطيح حظه. كل غيره ما عنده، والله كل غيره ما عنده. يعني اكو واحد يفرح بنت عمه. شباب هاي الحقيقة ترى. وذاك اليوم هو طلع يقولون يردون من عندنا 40 مليون ما شلون. ترى كذب شباب، ونشروا هذا المقطع وخلي العالم تسمع الحقيقة. بابا انا جيراننا بقالي اسبوع، ترى ابوها ما متوفي وامها ما متوفية، وكذب مو يتيمة اصلا، لان هاي القنوات جاي تطلع اشاعات عليها. وترى نص الفيديوهات مو الها مركبة.